في يوم هادي وجميل، ليلي كانت قاعدة بتلعب بالعرايس بتاعتها، وسيف أخوها داخل يجري ورا الكورة بتاعته وبيقول استني بس يا كورة. ياه. الكورة تخبط في فازة على الترابيزة، الفازة تتكسر ليلي وتقول لسيف، يا نهار أبيض، الفازة اتكسرت. ويقول سيف وهو متوتر، لأ، دي كانت فازة ماما المفضلة، هتزعق جامد. وسمعت ماما الصوت وجت بسرعة تسألهم. ايه الصوت ده يا ولاد؟ سيف يرد بسرعة وتوتر، دي ليلي يا ماما، الليلي هي اللي كسرت الفازة. ليلي ترد وهي مصدومة. أنا يا سيف، ده انت اللي... وقبل أما تكمل ليلي كلامها، ماما تبصلها بزعل وتشاور على الفازة المكسورة وتزعق ليها وتقول، يا ليلي، أنا زعلانة منك، وادخلي أوضتك وعقابك إنك مش هتلعبي النهاردة. وليلي تروح غرفتها وهي زعلانة جدا ودموعها نازلة. سيف قاعد في أوضته لوحده، شكله متلخبط ومش مرتاح، وبيقول لنفسه، أنا مش مبسوط. ليه قلبي وجعني كده؟ ليلي اتعاقبت بسببي، وده مش عدل. يدخل بابا غرفة سيف بهدوء ويقول له، مالك يا سيف؟ شكلك زعلان. يرد سيف وهو مكسوف من نفسه، بابا، هو الكذب ممكن يعمل مشاكل كبيرة؟ طبعا الكذب ساعات يعمل مشاكل أكبر من الحقيقة نفسها. لما تقول الصدق حتى لو غلطت إحنا هنفهمك ونساعدك، لكن لما تكذب بتظلم غيرك وبتظلم نفسك. سيف يبص في الأرض متأثر بكلام بابا، ويروح لغرفة ليلي يخبط على الباب بلطف ويقول لها، ليلي، افتحي الباب لو سمحتي. ليلي تفتح وهي مكشرة وزعلانة، وسيف يقول لها، أنا آسف. أنا اللي كسرت الفازة. ما كنتش عايز ماما تزعل مني، بس غلطت لما قلت إنك انتي السبب. سامحيني. ليلي تبصله وبعد لحظة تهز راسها وتبتسم ابتسامة صغيرة وتقوله، خلاص، أنا مسامحاك، بس ما تعملهاش تاني. وتقول ماما لسيف، يا سيف، أنا فرحانة إنك اعترفت. الصدق شجاعة، بس لازم تصلح غلطك. تيجي نلم مع بعض الكسر ونرتب المكان؟ سيف يهز راسه بالموافقة ويبدأ ينظف، والعيلة كلها تتعاون في التنظيف وتصليح الفازة. وبعد كده تقعد العيلة في الصالون ويتكلموا عن الدرس اللي اتعلمه سيف، وهو إن الكذب بيعمل مشاكل وبيظلم ناس، وإن الصدق مهما كان صعب هو اللي بيصلح كل حاجة وبيخلي القلوب دايما مرتاحة وسعيدة.